ايه الحكاية؟ ليه الشعب السوري مهضوم؟ ليه الشعب السوري محبوب من كل شعوب العالم؟ ليه الشعب السوري قوي ومنتصب القامة برغم ما مر به من حروب ومآسي وأوجاع وأحزان ولاجئين وهجرة؟ ليه الشعب السوري هو معجزة الشعوب؟ لو عايز تعرف حكاية الشعب السوري وماذا قدم الشعب السوري وهذه الدولة الصغيرة الكبيرة للعالم وعدد اللاجئين السوريين في العالم، لو كنت سوري لازم تشوف الفيديو ده وتشيره لجميع أنحاء العالم، ولو ما كنتش سوري وبتحب الشعب السوري برضه لازم تشوف الفيديو ده وتشيره. عايزك تعرف حكاية الشعب السوري وماذا قدم الشعب السوري للعالم. فقط صل على الحبيب. وهبدأ معاك بحكاية هتعمل لك القشعريرة في جسمك. الحكاية دي عن الشعب السوري، عن واحد سوري. بتقول ايه الحكاية دي؟ من دمشق هنا القاهرة سنة 1956 جه العدوان الثلاثي على مصر، انجلترا، فرنسا، اسرائيل، علشان جمال عبد الناصر امم قناة السويس. العالم كله مستني جمال عبد الناصر يخطب، هيقول ايه؟ فطلع جمال عبد الناصر على الجامع الازهر وطلع المنبر عشان يخطب. كل الناس الفقراء، كل الناس البسطاء، كل الناس المتعلمين ملتفة حوالين الراديو في جميع انحاء الوطن العربي عشان يسمعوا موقف عبد الناصر من العدوان الثلاثي. عبد الناصر هيخطب، راحت ضربت الطيارات بتاعت العدوان الثلاثي الإذاعة وشوشت عليها فانقطع الإرسال. فخرج مذيع سوري اسمه عبد الهادي البكاري يقول: من دمشق هنا القاهرة. الله الله، حين تصبح دمشق عاصمة القاهرة وعاصمة العرب كاملين. شوف الروعة، ربما يكون هذا مفتاح من مفاتيح شخصية الشعب السوري العربي العروبي الذي يعشق العرب. الشعب السوري المحبوب العظيم القوي. ماذا قدمت سوريا، هذه الدولة الكبيرة الصغيرة للعالم؟ سوريا أكبر دولة صغيرة كبيرة في العالم تشم فيها عبق التاريخ. سوريا يعني دمشق، اللاذقية، حلب، الرقة، أقدم مدن التاريخ. سوريا حلب أقدم المدن الجميلة وأجمل المدن القديمة. يقولون أن نبي الله إبراهيم صعد فوق جبل في حلب ليحلب بقرته، لذلك سميت حلب. سوريا يعني الزراعة التي ظهرت من 9000 سنة قبل الميلاد. سوريا يعني مملكة ماري، كان فيها قصور ومعابد وثقافة ومكتبة كبيرة فيها 20,000 لوح مسماري 3000 سنة قبل الميلاد. سوريا التي أهدت أول أبجدية في العالم في التاريخ إلى العالم كله. سوريا يعني أول نوتة موسيقية في العالم. سوريا يعني مملكة أوغاريت التي اشتهرت بالإدارة والثقافة والدبلوماسية والقانون والاقتصاد. سوريا يعني تل مرضيخ التي كان بها الصناعة والفن وصناعة القماش والحرير والذهب والعاج واللؤلؤ. سوريا يعني أول من صنع السفن. يقولون أن نبي الله نوح صنع سفينته فوق جبل قسيون في سوريا. سوريا يعني مملكة تدمر التي نافست الإمبراطورية الرومانية، وزنوبيا الملكة العظيمة المرأة السورية. لذلك لا تستغرب من قوة المرأة السورية الآن، فهي حفيدة زنوبيا العظيمة. سوريا التي تعاقب عليها الفينيقيون والسومريون والبابليون والآشريون والفرس أيضا. سوريا التي لعبت دورا محوريا في الحضارة الإسلامية. استمرت الدولة الأموية 90 سنة في سوريا. أقصى اتساع للعالم الإسلامي كان في عهد الدولة الأموية. في عهد الدولة الأموية في دمشق سكت أول عملة عربية، اتعمل أول بريد عربي، عربت الدواوين، انطلقت جيوش الفتح إلى كل مكان في العالم، إلى السند، إلى الهند، حتى إلى الأندلس في عهد الوليد بن عبد الملك. سوريا يعني الجامع الأموي، من عجائب الإسلام السبع، تحفة فنية معمارية منقطعة النظير في العالم، ومدفون فيه النبي يوحنا المعمدان اللي هو سيدنا يحيى عليه السلام. سوريا يعني الأدب، سوريا يعني الشعر، سوريا يعني أبو العلاء المعري، سوريا يعني نزار قباني، سوريا يعني أدونيس، سوريا يعني كوليت خوري، سوريا يعني أبو تمام، سوريا يعني سليمان العيسي، سوريا يعني البحتري، سوريا يعني عمرو أبو ريشة، سوريا يعني
عمر الفرة، سوريا الفن والفنانين، سوريا يعني فريد الأطرش الأمير، سوريا يعني أسمهان، سوريا يعني صباح فخري، سوريا يعني منى واصف، سوريا يعني فهد بلان، سوريا يعني سلطان الطرب جورج وسوف، سوريا يعني دريد لحام، سوريا يعني ياسر العظمة، سوريا يعني عباس النوري، سوريا أفضل وأعظم من قدموا الدراما التاريخية في تاريخ العرب هم السوريين. سوريا يعني الكاتب والكتاب والكتاب. إذن سوريا يعني سعد الله والنوس، سوريا يعني حنا مينا، سوريا يعني ألفة إدلبي، سوريا يعني محمد المغوط، سوريا يعني عبد السلام العجيلي، سوريا يعني دمشق يا جماعة. دمشق، عارفين يعني إيه دمشق؟ دمشق الشام، عبير الشرق، شام شريف، حصن الشام، ذات العماد، فسطاط المسلمين، التين، جنة الأرض، الغناء، الشام، الفيحاء، قرية المسرة. تلك فقط مدينة في سوريا دمشق أطلقت عليها كل هذه الألقاب، جنة الله في الأرض. فما بالك غير دمشق؟ حلب، اللاذقية، طرطوس، حماة، دير الزور، الحسكة، حمص، درعا، إدلب. سوريا يا جماعة، سوريا الياسمين في الطرقات، تشم عبق الياسمين في سوريا، في السوريين. السوري يستطيع أن يعيش في أي مكان على كوكب الأرض. أثبتت التجربة أنهم معجزة الشعوب. يروح يعيش رغم الويلات، رغم التعب، رغم الحروب، يعيش في أي مكان في الأرض. السوري شاطر بمعنى انه يحول التراب في ايدين السوري يتحول لذهب. شوف السوريين رغم ان هم مهجرين، رغم ان هم لاجئين، تلاقي في ناس منهم ناجحة، في ناس منهم رافعة راسها، في ناس منهم فاتحة محلات، في ناس منهم فاتحة حلويات، في ناس منهم فاتحة مطاعم، رغم انه جه وهو ما حلتوش، ما عندوش 10 دراهم، ما عندوش ولا حاجة غير فضل الله سبحانه وتعالى، لكنه عنده الأنفة، عنده الكبرياء. يا جماعة أنا مرة لقيت واحد سوري شاب كده، فعرفت إن هو سوري ولاجئ، فقلت يعني إحنا شباب زي بعض وعرب زي بعض، نتعاون مع بعض. فرايح عشان أساعده، قال لي لا أنا مش عايز فلوس، انا عايز اشتغل، وريني فين اشتغل. انا المهم عندي اشتغل، مش المهم انك تديني. شوف الانفه، شوف الكبرياء، شوف العزه. فانت بتتكلم النهارده على شعب السلام، الشعب السوري شعب السلام الذي لم يعرف يوما سلام. تحيه خاصه جدا الى حفيده زنوبيا، الى المراه السوريه التي هجرت وتعبت وكافحت وصبرت من أجل أطفالها، من أجل أولادها. الشعب السوري لم يريد الرفاهية، الشعب السوري يكافح فقط من أجل الحياة، لا يريدون فقط إلا الحياة، ولكن يعني الحياة بعزة فقط. إذن الشعب السوري يعني شعب عظيم، هو معجزة الشعوب. هذا ما قدم، بسيط من كثير مما قدمه الشعب السوري للعالم. تعال شوف انت كام عدد اللاجئين السوريين في العالم. انت بتتكلم النهاردة في عدد دولة مهجرين، بتتكلم في 6.6 مليون سوري لاجئين في العالم. عندك عدد اللاجئين السوريين في مصر 1.5 مليون سوري، عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.5 مليون سوري، عدد اللاجئين السوريين في تركيا 3.5 مليون سوري، عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا 879 ألف سوري، عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.3 مليون سوري، عدد اللاجئين السوريين في السعودية 415 ألف سوري، عدد اللاجئين السوريين في المغرب 18,800 سوري. تخيل انت، شوف هؤلاء الناس الذين كانوا أصحاب الأرض صاروا لاجئين. تخيل انت. فإذا التقيتم سوري يوما فعاملوه بلطف، لأنه كان ذا عز، كان ذا عز، ولكنها تلك الأيام نداولها بين الناس. ومع ذلك سوف يرجع الشعب السوري، يرجع إلى دمشق، يرجع إلى الطرقات، يرجع إلى الياسمين، إلى بلاده يوما ما. سوف تعود سوريا قوية منتصبة. يا جماعة احنا مش بنتكلم في السياسة على الإطلاق، ملناش دعوة بلا زيد ولا عبيد، احنا بنتكلم في عظمة دولة عربية سورية، عظمة شعب سوري قدم للعالم هدايا إنسانية وأثر. سوريا كانت مفتاح العالم القديم. يعني لولا سوريا لما كانش في أصلا ديانة مسيحية، هي التي حافظت على الديانة المسيحية.
يعني لو تعرف حجم المعارك الخطيرة والكبيرة اللي قامت على هذه